السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسرار الخواتم الدوارة. طبعا يا جماعة بنشوف فيديوهات كتير عن الخواتم اللي بتدور والكلام اللي بيتقال عليها من ضمن التسخير ومن ضمن الروحانيات ومن ضمن كل حاجة بتتكلم عن الموضوع ده. النهاردة بكل بساطة يا جماعة بنتكلم عن الحقيق وبنتكلم عن الخواتم المطلسمة وبنتكلم عن حاجات كتيرة جدا ممكن ان هي مش عارفين اخبارها ايه. زي ما انت شايف كده بنديله نفحة صغيرة، خواتم طلسمية، خواتم بيبقى فيها نوع من انواع التسخير بالعلم طبعا يا جماعة. وزي ما انتم شايفين بتدخلها لفحة نار بس وهي بتندرج لوحدها وبتروح وتيجي. وطبعا استنى في نهاية الفيديو عشان في مفاجأة كبيرة. طبعا يا جماعة بنحطها تحت الإضاءة بتدينا لون مختلف وبنلاقي شوايب جوه طبعا بتبقى موجودة. وطبعا دي بتعبر عن الروحانيات وبتعبر عن، هي مش شوائب، بتعبر عن المكنون داخل الحجر. الحجر بيهتز لوحده بيتحرك. وطبعا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في مفاجأة في آخر الفيديو وهنقول لكم عليها. كل ما انت تمسكه بعد ما تديه الاشاره بيلف لوحده وبيتحرك، وبتحاول ان انت، معلش قصرنا بس الفيديو عشان مش ما يبقاش طويل شويه وتحسوا بالملل، ولكن زي ما انت شايف كده اهو لوحده بيتجه لمصدر الضوء، لوحده بيتجه لمصدر الضوء. وبص الاهتزاز والارتجاج، يعني لو انت مش شايف انا شايف، لو انت مش حاسس الناس كلها حاسه. الوضع غريب. الارتجاج لوحده بتحاول تمسكه برضه بيهتز وبرضه انت بتسيبه وبتديله لايتس، بتديله يعني لانه مخلوق من نار، فيلف يلف يلف لوحده كده ويقوم. وسبحان الله سبحان الله عز وجل. طبعا يا جماعه على مقدار روحانيات وعلى مقدار القوه. بص لوحده هو اكتسب قوه وابتدى يلف اسرع من الاول. على فكره ابتدى يلف اسرع من الاول لو انتم مش ملاحظين يا جماعه. وبرده في مفاجاه في اخر الفيديو، تابع معانا لاخر الفيديو هتعرف ان في مفاجاه. انا كل ما احاول امسكه الاقي كده، كل ما احاول امسكه بص الاقي بيندفع بحطه على الضوء بلاقي الوضع كده. الشوائب بتختلف فيه، الوضع بيختلف فيه. كان في شوائب كتيره ما بقاش فيه، طاقته خلاص خلصت تمام وما بقاش يستحمل حتى الضوء. لازم برضه يديله، بص النار بتنطفئ لوحدها. سبحان الله عز وجل. اهو بص بيجري مني بص بيجري مني، بص شايف بيجري مني اهو. حتى بحاول اعمل على الطرف برضو مش ايه، لازم ايوه. بص يعني برضو مش عايز يقبل، عايز يروح للضوء، عايز يستمد طاقته من الضوء. طبعا يا جماعه المفاجاه في اخر الفيديو ده فيديو معكوس عشان مش هينفع طبعا الكلام ده، ولا في بقى خاتم مطلسم ولا خاتم يجيب الرزق ولا خاتم عليه مش عارف مين ولا خاتم عليه تسخير ايه. انا ببيع خاتم لطلب الرزق عشان مزنوق في فلوس. في يا جماعه مفيش الكلام ده، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايمانك بالله وحده عز وجل. وبرضه يعني ولع عليها منظر يعني فرعوني وواحده، ايه الكلام ده؟ ده طلسم ايه وخواتم مطلسمه ايه وبتجيب الرزق ايه والكلام ده. كان النفع نفسه. يا جماعه كانوا بقى مليونيرات. كل ده كلام فاضي، كل ده فيديو معكوس. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا نوعى عن نفسنا كده يا جماعه ونبعد عن الكلام ده عشان الكلام ده حرام شرعا. احنا بنعامل ربنا عز وجل وربنا يغفر لنا ويرحمنا. تابعنا دايما لكل جديد، تابعنا دايما بنحاول نكشف لك كل الالغاز وكل ما يدور في ذهنك وذهن الاخرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.